توقعي للنتيجة دي، توقعي لنتيجة المباراة بين الأهلي وطلائع الجيش 4-1، 3-1 لطلائع الجيش. غير كده تبقى نتيجة. لسه بنقول يا هادي وهدف من ضربة جزاء. لسه بنقول يا هادي وهدف من ضربة جزاء لطلائع الجيش في الثانية رقم 20. أول 5 دقايق أطفال الأهلي مش موجودين. أطفال الأهلي مش موجودين في أول 5 دقايق. هنشوف الباقي. ده اسمه تخبط إداري في النادي الأهلي. تخبط أي حاجة أنت عايز تقولها قولها. مباراة القمة عملت أزمتها في النادي الأهلي فعلا، والله أعلم إذا كانوا هم على حق ولا مش على حق. فده تخبط إداري. كولر لو كان ده رأي كولر في إن الناشئين هي اللي تلعب، فليك دور معايا في الفيديو. مصطفى مخلوف هو الأفضل في أول تلت ساعة من المباراة. هو أفضل واحد في النادي الأهلي في أول تلت ساعة من المباراة، لأن النادي الأهلي لسه ما حضرش ولسه ما جاش أساسا، وبعدين أطفال لسه يعني. إيه الفكرة وإيه الميزة بإن هو يلعب ب 2005؟ مش فاهم. وأنت شلت بالمرة علي معلول وياسر إبراهيم اللي أنا عن اقتناع تام إن هو لا يصلح للنادي الأهلي، وشلت عمر الساعي ولعبت بالتيم كامل. إنما تلعب بالتشكيلة وعمل فيها هم دول بس، ما أظنش. فهم دول يعني ربنا يستر. عايز أعرف عمر الساعي عايز يعمل إيه في الكورة تاني؟ عايز يعمل إيه والله مش فاهم. اللي ما ظهرش في مباراة زي دي هيظهر إمتى؟ برضه مش فاهم. أنا مش بشكك في قدراته، بس مش فاهم بما يرضي الله. كورة في الدقيقة 27 في العرض من إسلام محارب. فعلا جملة حلوة وجملة كويسة. وكرة في العارضة من رأسية عرضية ثم رأسية من إسلام محارب وجت في الكورة في العرض أهو. مصطفى مخلوف أحسن واحد حتى الآن. أحسن واحد حتى الآن. حتى علي معلول مش ظاهر أساسا لأنه مش من حقه يظهر، لكن مصطفى مخلوف بما يرضي الله حارس كويس، حارس واثق من نفسه، حارس عايز لعيبة قدامه مش عايز أطفال. بما يرضي الله هو من سنهم، بس هو عايز اللعيبة الكبار، لعيبة يحس وسطهم بالثقة. غير كده يعني معلش الكلمة، الأهلي لو شال النهارده 5-6 ما عندوش أي ذنب. اللعيبة والله ما عندها ذنب. ذنب الإدارة. عندنا ما قلت تاني، ذنب الإدارة وذنب كولر والجهاز الفني كامل، إنهم يسمحوا بالمهزلة دي عشان النادي الأهلي اللي عمل كده. خلص الكلام. أنا مش قلت لكم؟ أنا مش قلت الهدف التاني أهو. ولسه ولسه بس حاسس إن الهدف ده في فاول من بدايته، بس الله أعلم. الله أعلم. لحد دلوقتي طلع الجيش بسم الله ما شاء الله 10/10. النادي الأهلي مش موجود. أطفال النادي الأهلي من الآخر. نفس ذات تلك اللحظة سيطرة طلائع الجيش على من بداية الشوط الثاني، نفس سيطرة طلائع الجيش في الشوط الأول، نفس السيطرة ونفس الحوار اللي داير. وما زلت برضو عند رأيي مصطفى مخلوف 10/10 صراحة. أفضل ما في المباراة مصطفى مخلوف. بما يرضي الله انذار لطلائع الجيش غير مستحق تماما تماما تماما، واي حد يتكلم ويقول حاجه غير كده فهو ما بيشوفش. قول الحق ولو حتى على نفسك. يعني انا بالنسبه لي ضربه الجزاء مش ضربه جزاء، والانذار بتاع طلائع الجيش ما لمسوش اساسا خالص. ف يلا تحكيم مصري بقى. الهدف الاول الهدف الاول لاطفال النادي الاهلي. الهدف الاول لاطفال النادي الاهلي. بما يرضي الله اطفال، مش هقول اكتر من ان هم اطفال. 2005 اطفال بالنسبه للعيبه طبعا موجودين في الملعب اطفال، بس انت بتتكلم في 2005 يعني 20 سنه. هم بالنسبه احنا عندنا في مصر الناشئ عنده 30 محمد تهاني لحد النهارده بنقول عليه ناشئ. فمش عارف بما يرضي الله. فاكيد يلا ربنا يصلح الحال ويخيبوا ظني. نفسي يخيبوا ظني اقسم بالله، عشان بما يرضي الله هنفخ الاداره وهنفخ يعني الجهاز الفني كولر، مش هخلي على اللي بيحصل ده، مش هخلي. بس هو اي حد اسمه شيكا لازم يكون ممثل؟ يعني ايه التمثيل اللي ظهر ده؟ مخلوف لم ايديه اساسا قبل نص العام، طار برجليه، يعني نفس حكايه ضربه الجزاء الاولى، ولو كان حسابها الحكم اقسم بالله كنت نفخته. والله العظيم كنت نفخته نفخه السواد، كنت خليته بقي فرتك من النفخ. هو ماشي كويس لحد ما هو عندوش غير غلطتين.
غلطة ضربة الجزاء الأولى والكارت اللي أخده اللاعب اللي في طلائع الجيش، الاتنين ما يتحاسبوش بما يرضي الله. كل اللي لينا واللي علينا في أي حتة، ولا أخشى في الحق لومة لائم. والله العظيم إن مبطئ اللعب ده كله عمر الساعي. يا عم غيره بأي ناشئ يا عم، مش لازم إن يكون لاعب كبير، يعني غيره بأي ناشئ عشان يكون كله بالمرة، وطلع علي معلول بره. علي معلول مش لاقي نفسه وسط الجماعة دول، يعني معلش بالكلمة مش لاقي نفسه، خلي المرة كله يكون ناشئ. اه عايز تدي علي معلول حساسية المباراة، خلاص يا عم اديها له، كنت اديها له وسط اللعيبة التانية عشان حتى ياخد حريته شوية، لكن مش كده. أنا قلت إيه؟ التالت أهو. تلاتة. أنا قلت لكم إيه؟